شكرا هشام الخمسي. سيداتي انساتي سادتي اينما كنتم في كامل ارجاء المعموره، اسعد الله اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. هذا هو موعد كل المواعيد في الافريكان شامبيونز ليج. افريقيا تمسك انفاسها من خلال هذا الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا لعام 2023 في استاد محمد الخامس بين العملاقين العريقين الوداد كرة وسط الميدان. حمدي فتحي روح كده يعني معلول، والمخالفة ضد التونسي، مخالفة ضد علي معلول. محمد أونا كرة مباشرة والحارس محمد شناوي ميدان. يحيى جبران سيكون جبران يوزع كذا ونجم. المخالفة للوداد، مخالفة للوداد. أيمن الحسون يوزع بيرسي تاو فتحي وتأتي بالمجد والألقاب والجماهيرية. ودادية عملود يدخل منطقة الجزاء. يا العملود مالو محمد ونجم خطيرة. أيوب العملود أي نزعة هجومية. أدوار النهائية العملاق القاهري يخوض النهائي السادس في آخر 7 مواسم. شحات يوزع، مارسيل كولر يحكي مع الحكم. بعيد الكرة على بوليس أنو. هذا أمامنا حسام غالي ونجم. مخالفة ضد علي معلول. احتجاج كبير من مارسيل كولر. عطية الله يوزع. جول الكاس تغني لك يا ودادي، اطلب فؤادي. الوداد فريق الامجاد يتسلطن في قلب كازابلانكا. وداد الامه تار في هذا المشوار. احمر كازابلانكا، ما اجمل لونه، ما اقوى فنونه، جمهوره زاد جنونه. الكرة المغربية الوداد من اجل التأكيد. ولا يحيى جبران عالية رايعة منه، يقوم بالتغطية. ومحمد أوناجم عالية، ويوسف المطيع. احتكاك كان مع حمدي فتحي، لابد من التغطية. لا نريد أن تخرج المباراة. هذا حسين بن عياد أمامنا. تاوي عدل وضربة مرات. كرة التسويق من كهرباء. ماذا يقول باملاك؟ تيسيما يعود للإصابة. استعمل الورقة الصفراء في وجه حسين الشحات. نرفزة واضحة ونجمة خطيرة. شحات يصادر. طبعا لابد من تهدئة الأمور. محمد هاني الحكم بملاك تيسيما في يده هدف للصفر. هدف عطية الله المباشر. نو كومنت على هذه الجماهير المغربية. الشيء من ما أتاه لا يستغربوا لما نرجع لنتابع الشعبية. كرة خطيرة، كرة كهرباء ويوسف المطيع. إيصال الكرة
الى محمود كهرباء، ينادي الى حد الان اليو ديانج، تدخل قوي من المالي، انذار لاليو ديانج. حامد فتحي نجم يعدي ونجم جديد للقارة السمراء، الوداد المغربي. الشحات عالية، ويوسف المطيع السد العالي كما يقول زميلنا محمد الكواليري على الحارس الشناوي، السد العالي لصنع اللعب، والثاني قلب الهجوم. غير هذا الموسم ايوب العملود، كرة بدار معلول ليبيا، سفيان بويرا يكسب المخالفة. نذا المخالفة على محمد هاني، عمل كبير قام به اليوم الثنائي جبلان، عالية وخارج الميدان. كرة لعبد القادر، كرة ماذا يقول تسمع مملاك تسمع. هل يلتجئ في مدرجات محمد الخامس؟ نعم، طويلة منه لمحمد هاني، ضيع الركنية. بيرسيتاو مرد علي معلول يوزع، جول اهلاوي، علي معلول ملك الحلول، علي معلول للراسية الذهبية. محمد عبد المنعم، يا سيدي امرك، يا الاهلي امرك يا سيدي، هذا هو اهلي، اكبر المواعيد، حديد في حديد، كبير افريقيا، بعبع القاره. تعدي كره يوزع، والركنيه الان الوداد ماري وستر لياج البلجيكي، كره بالراس خارج الميدان من من فرحان، امين فرحان. بعد الكره يا سادة الكرام، بل تكسب. داودي يقطع الدور لشريف، التسويب، ركنية لعلي معلول. محمد أونجم، زمان فاندن بروك يلعب الكل، كرة بالراس نادي الاهلي في بداية المباراة. كرة الهجوم والثقة بالنفس، اليو ديانج، علي معلول على يساره، عبد القادر، علي معلول، كرة ويوسف، حكم يخلي اللعب، شريف وحده فيها جول، لا على مرتين. شكرا هشام رئيس الجامعة. نعود من جديد مشاهدينا الكرام الى كازابلانكا، الى مركب محمد الخامس لمتابعة مراسم التتويج باللقب 11 لريال مدريد افريقيا. نادي الاهلي موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي يتقدم كل المسؤولين الحاضرين في هذا العرس الكروي النهائي بين الاهلي والوداد. النادي الاهلي ليست اول مره يقتنص اللقب الافريقي الغالي من خارج الديار. هذا هو الاهلي العملاق، زعيم القاره الافريقيه. الكل في انتظار
الجانب المصري كبعثة إلى جانب محمود الخطيب رئيس النادي اللي كان موجود في المنصة الشرفية. هذا هو موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الجنوب افريقي حسام غالي كابتن فريق الاهلي السابق والنادي الاهلي. سيداتي سادتي الميداليات امامنا. مراسم تتويج دوري ابطال سوبر انرجي 2022 2023. الاهلي المصري بطل افريقيا 2023. رئيس اتحاد افريقيا كرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي. باتريك موتسيبي يبدا بحاكمية طاقم التحكيم الاثيوبي بقيادة مملك تسمع وعيسى حكم المباراة. على الحكام مملك تسمع وكامل الريتار الاثيوبي المرافق له في هذه المباراة النهائية 2022-2023 final. حضور طبعا لفوزي نكجة رئيس الاتحاد او الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. اكيد يوم ليك ويوم عليك ومش كل يوم معاك. الوداد تمتع بالكأس الأخيرة، الآن يعود الأهلي. سيداتي سادتي الآن مع تسليم ميداليات الفضية للفريق. الميداليات الفضية ستسلم لفريق الوداد المغربي 2023. فريق نادي الوداد الرياضي الفريق امام جمهوره. نادي الوداد هذه المرة لم يكسر الجرة ويغيب عليه اللقب. فوزي نكجة في حوار مع يحيى جبران. Wydad Athletic Club from Morocco. كل لاعبي الوداد طبعا غير راضين بهذه الميدالية الفضية، لكن هذيك هي الكرة، خسارة وربح. مباريات الدور النهائي دائما نقول تكسب ولا تلعب. يوسف المطيع، امين فرحان، ارسام زولا، محمد ونجم، كل اللاعبين الوداديين. كان قريب من لقبين متتاليين نادي الوداد مثل ما فعل الترجي والاهلي زمان. هذا العصر عصر الاهلي. سفين فان بروك البلجيكي فعل كل ما بيسعي يقلده بالميدالية الفضية. فوزي نكجة. سيداتي سادتي مع الآن سيداتي آنساتي سادتي للفريق اللحظات التاريخية استلام لاعبين النادي الأهلي للميدالية الذهبية 2023. الأهلي بطل افريقيا 2023. النادي الاهلي المصري. إذا أمامنا نجوم النادي الأهلي ياسر إبراهيم والبقية محمد هاني. علي معلول ملك العلوم صاحب الاسيست في ركنية الدور النهائي. محمد هاني يقبل اللقب الغالي والاهلي يتسلطن على افريقيا للمرة 11. ارقام ما فماش، ارقام تليق بسلطان بحاكم حكام الكرة الافريقية بدون منازع. النادي الاهلي بعبع القارة السمراء. محمود كهرباء، مجدي أفشة والبقية في انتظار رفع الكأس الغالية، الكأس الافريقية. اكبر مكسب للنادي الاهلي هو الاداره الفني مارسيل كولر السويسري مدرب النجاح. الكأس ليست حكرا على تيبو موسيماني بل هي كذلك سويسرية لمارسيل كولر.
محمود الخطيب. موتسيبي يهني محمد شناوي. الشناوي 34 عام، يلعب للاهلي منذ 2016. كان يلعب لبتروجيت لحرس الحدود طلائع الجيش. بدايته كانت مع النادي الاهلي في موسم 2007 2008. 43 مباراة دولية لحارس منتخب مصر محمد الشناوي. الحاضرين والغائبين، لما نقول الغائبين اسماء لا تنسى: مجدي عبد الغني، محمد ابو تريكه، شمال عبد الحميد، طاهر ابو زيد، محمود الجوهري رحمه الله، محمد عماره، حسام غالي، وائل جمعه، الاخوين حسام وابراهيم حسن، علي ابراهيم، هاني رمزي، هاني سعيد، احمد شوبير، عماد متعب، خالد بيبو، ابراهيم حسن، هادي خشبه، عصام الحضري، احمد فتحي، شادي محمد، حسام عاشور، احمد بلال، طه اسماعيل، صالح سليم، السائر رحمه الله، السيد عطيه، حسين حجازي، والقائمه الطويله والمعذره لمن لم ناتي على اسمائها. 122 لقب في خزينه عالميه للنادي الاهلي، 29 لقب خارجي، 92 لقب مصري. نادي الاهلي المصري. إذا الكل في انتظار رفع الكاس الغالية، متعودة عليها، متعودة دائما متعودة. وهذا هو في قلب كازابلانكا. الأهلي المصري يتوج باللقب 11 في 2023. افرح أنت مصري ونص، مثل ما قال عصام عبدو. سيد عبد الحفيظ أمامنا بالنيابة وبقية الأسماء المصرية. نودعكم مشاهدينا الكرام من أجل على أمل التقاكم الجديد عبر قنوات بي سبورتس. الوداد لعبة وعدة هارد لاك طبعا لكل الجماهير الودادية، ومليون مبروك للجماهير الأهلوية. هذه أجمل صورة ننهي بها من محمد الخامس تتويج الفريق القاهري بعد طبعا الدولة الشرفية. سأعود بالصورة والصوت لهشام الخلصي. مرة أخرى مبروك للأهلي، ألف مبروك للأهلي، ألف مبروك لهؤلاء الأبطال وإدارة الأهلي. وطبعا وأنه الأهلي كمان يشتغل على المستقبل. شاهدنا حسام غالي في مكان محمود الخطيب، يعني وأنه هذا الجيل الصاعد من الإداريين ومن المسؤولين، هذا شيء ممتاز بالنسبة للأهلي. نعم، تداول على السلطة، تداول على السلطة وتحضروا. شوفوا مسؤول في الأهلي يتعلم، يتحضروا ومن بعد يولي رئيس. هذا هو بالعكس، ولد النادي، ابن النادي طبعا. النادي. طيب ما دام كنت تحكي لنا على ابن النادي، ابن النادي اليوم هو علي معلول. صح. تحدثنا عن علي معلول قبل المباراة وقلنا وأنه التزامه واستعداداته الكروية اتزانه يعني كل هذا يعطي من علي معلول لاعب إضافة في الأهلي، وهو يعطي الإضافة في الأهلي ويسجل هدف التعادل اليوم، وهو أيضا فخر للأهلي وفخر لتونس. صحيح. أنا شاهدنا علي معلول وأنه اليوم في الاحتفالات يرفع معه علم تونس وهو لاعب المنتخب التونسي، وهذا شيء يشرف كثيرا جدا كرة القدم التونسية. صحيح، مكسب كبير للأهلي اليوم، كان وراء الهدف التعادل رغم أنه ما قدرش مباراة كبيرة اليوم مثل الأهلاوي الكل، لأنه هذه قوة الأهلي، أنه ما قدرش مباراة كبيرة ويفوز. ما هو النهائي لا يلعب. هذا الأهلي النهائي لا يلعب، هذا الأهلي نهائي يفوز. صحيح. الفينال يكسب ولا يلعب. يكسب ولا يلعب. بس عايز اقول لك حاجه يا هشام على بخصوص المباراه. يعني المباراه دي من اقل المباريات النهائيه اللي اتلعبت من الفريقين بصراحه، ولكن الاهلي قدر ان هو ياخد اللي هو عايزه من المباراه. الوداد عمل بشكل سيء جدا بعد الهدف.